مساء الخير، عاملين ايه؟ جايه لكم في جولة في شقة جديدة هتعجبكم قوي من تشطيب شركة انجاز. يعني الفيديو اللي فات يعني عمل قلبان يعتبر كده وعجبكم كلكم، فجيت لكم بفيديو تاني من نفس الشركة بإذن الله يعجبكم. الشقة هنا مساحتها 80 متر، يعني يعتبر زي الإسكان الاجتماعي. أصلا اللي خلاني أنزلها إن أنا حاساها شبه الإسكان الاجتماعي بشكل كبير جدا. برضو نفس الترتيب بتاع الغرفة اللي في وش الباب وكده، فممكن تاخدوا الفكرة وتنفذوها بس في الإسكان الاجتماعي، تفتحوا الغرفة كده تدخلوها على الصالة، برضو تفتحوا المطبخ على الصالة، هيدي وسع كبير جدا. وكمان الشقة هنا 80 متر، يعني كمان أصغر من إسكان اجتماعي. زي ما انتوا شايفين دي الغرفة اللي في الوش الباب على طول، مفتوحة كده على الصالة من بره، ومحطوط شاشة وانتري كده، بس انتري 3 قطع، وادي النيش في الوش والجزامة. بصوا نفس التصميم بتاع الباب. وادي هنا السفرة يعني اللهم بارك، 8 كراسي، يعني مش سفرة صغيرة. وبوفيه. دي الليفينج روم، معمولة برضو فيها ركنة كده بطول كل الأوضة، مستغلين كل مساحة الأوضة فيها، محطوط شاشة. وده طبعا بديل الرخام، ترندي جدا يعني الفترة دي. يعني حتى لو انتي مش هتكلمي شركة تعملك واحدة، يعني انتي خدي أفكار والعبي بقى. بصي نفس المساحة ونفس ستايل الإسكان الاجتماعي بالظبط. شايفين المطبخ مساحته مش كبيرة خالص وشايلة، بصوا كل حاجة اهو، من غسالة البوتاجاز لفرن، وكمان في نيش داخلي اهو للحاجات اللي بتستخدميها على طول، اللي ممكن تستخدميها على طول. بس طبعا الفكرة ديت لو انتي عروسة طبعا نفذيها، يعني ما اظنش انها تكون عملية عن ست بيت او كده، او او لو هي عجباكي ممكن تنفذيها برضه عادي. بصوا يعني برضه الفكرة جديدة، يعني مش منتشرة اوي، مشفتهاش يعني خالص. ودي هنا مستغلين المساحة من على الجنب المطبقية اهو. هنا بقى ندخل على كده اوضة النوم، يا رقتها بجد والله، ما شاء الله تبارك الله. بصوا بديل الرخام يعني عامل شغل كويس قوي، وبديل الخشب يعني برضو الحاجتين دول مع بعض بيدوا كده فخامة وشياكة، يعني مفيش بعد كده. دي في الوش كده الشاشة. دي بقى الحاجة الوحيدة اللي انا يعني الأوضة الوحيدة اللي انا حاسة فيها بفرق عن الإسكان بجد، يعني الأوضة الوحيدة اللي واسعة زيادة عن الإسكان يعني. بصوا هنا ده تحفة، يعني مش حمام خالص، يعني حرام نقول عليه حمام. بصوا ذوق عالي جدا، يعني ما تستخسروش لو انتي عندك امكانية تجيبي مهندس يشطبلك، يعني يا ريت تعملي ده. مكان انتي كده كده بتدفعي فيه مرة واحدة وهتعيشي فيه يعني بقية حياتك، خلاص اصرفي بقى وكلفي لو انتي عندك الامكانية ديت. لان احيانا كتير بنصرف كتير قوي، وفي الاخر الصنايعية بتبقى غلطة صنايعي بتبوظلك كل اللي انتي كنتي مرتباه. بصوا الحوض قمر قوي ما شاء الله. ودي بصوا الحنفية، يعني كل حاجة ما شاء الله تبارك الله حلوة جدا.